ما به ولا عرق وسط الراس ملاعك، ما به ولا عرق وسط الراس ملاعك. يعطيك العافية. طيب عادل، لك ألبوم في 2015 بعنوان عاصفة الحزم اللي لقى نجاح كبير على المستوى السعودي أو الخليجي. ليه تكلمنا على هذا الألبوم؟ طبعا توفيق الله عز وجل، يعني كانت بداية يعني فكرة بسيطة، يعني انه يعني الاحداث اللي تمر فيها المنطقة طبعا على اسمه ألبوم عاصفة الحزم يعني. فعملنا أول عمل الشاعر جميل وشاعر معروف اللي هو حييه من هذا المنبر الأمير السامر. فغنينا لهذا العمل ولقى أصداء يعني بين الناس بين المجتمع. فقلنا يعني ليه ما نكمل الحدث هذا ونشارك الوطن هذه الرسالة، وهذا يعني كل شخص يؤدي رسالته على حسب تخصصه، على حسب المجال اللي هو فيه. فاحنا في مجال الإنشاد، أقل شيء نقدمه للوطن يعني من خلال هذا الألبوم. فأكملنا عدد الأعمال لين الحمد لله صار عندنا يعني عدد معين، فنزلنا وطرحنا. حلو ما شاء الله، حلو التكامل، حلو الواحد انه يستمر، خصوصا لما يبدا يلاقي بدايته يكمل عليها. انا بسالك كمان اخوي عادل على حكايه تجهيز الالبومات، او حتى عرفنا انه في مجموعه من الشرايط انك انت راح تقدمها في البوم جديد، وبرضه عرفنا انه في عدد من الشعراء المختلفين والملحنين اللي حتكونوا معاهم. بس نعرف اكثر عن هذا الموضوع. طبعا الالبوم القادم اللي راح ان شاء الله يطرح خلال الثلاث اشهر القادمه باذن الله عز وجل، طبعا فيه طبعا الصف الاول من الشعراء وشعراء الخليج والمملكه. طبعا سبب الاختيار طبعا اول شيء توفيق الله عز وجل فوق كل شيء. طبعا اذا تكلمت فتتكلم عن رموز واسماء يعني معروفه. الصف الاول، لما نقول الصف الاول يعني فهذا يعني زادني، يعني ممكن نقول انه مثلا سر في هذا النجاح. فأسأل الله عز وجل أن ييسرها يا رب. إن شاء الله يا رب. المنشد عادل المالكي يعطيك العافية على أدائك وإنشادك، وإن شاء الله زي ما وقفت في أوبرا مصر إن شاء الله نشوفك في الأوبرا العالمية توصل مو بعيدة يعني نوصل الوعي للإنشاد للجميع إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك، شرفتنا. احنا طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، لكن طبعا حنقدر نسمع شيء أخير في الختام. حنسمع معك اكيد عادل معك شيء اخير، لكن بعد ما نختم حلقتنا لليوم. احنا نحييكم طبعا ونشكركم على تواصلكم دائما معنا، ويعني عندنا كثير من الامور اللي نحتاج تشاركونا اياها عبر ايميل البرنامج اللي دائما بيكون اسفل الشاشه، عشان نعرف يعني نكمل افكارنا سوا. برضو على هاشتاج ساعة شباب في تويتر، انا وكابتن ريما ولميا دائما بنحاول نفر الهاشتاج نشوف ايش في جديد، ايش قايلين علينا من ورانا دائما كله يوصلنا. طبعا استمتعوا بالويكند. يعطيكم العافيه. كنت معكم طلعت هندي وكابتن ريما. يلا السلام عليكم. تفضل يا لحن العراقي ايه، يا لا 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 لحن العراقي، شفتها تلعب الدبكة على اللحن العراقي، وانا مالي يكون اللعب في وادي تنومك. يا لا 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 ديرة خوالي، سلموا لي على من ساكن بديرة خوالي، خصصوا بالسلام اللي خاد العقل سرابا.